في وقت كان صعب جدا جدا على نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك وقف مع اللعيبه وقال بالدم بالروح الماتش مش هيروح. كلنا فاكرين المباراه دي اكيد، وفعلا اللعيبه انتفضت على هتاف الجمهور، وربنا سبحانه وتعالى نصر الزمالك في اليوم ده بسبب هتاف الجمهور، او ربنا سبحانه وتعالى كان رحيم بالجمهور. تخيلوا الجمهور اللي قال بالدم بالروح الماتش مش هيروح، ويوميها ما بعدش عن نادي الزمالك، ويوميها وقف جنب نادي الزمالك. النهارده خلاص الجمهور ده بيقول انا جبت اخري. الجمهور ده النهارده وقف وقال العب بقى يا عم، خلي عندك دم. لما تسمع الهتاف ده من جمهور اعرف ان هو جاب اخره خلاص، وان اللعيبه دي على صفيح ساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وأخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، حلقة جامدة جدا من أهلاوي فندي. في البداية أتمنى من حضراتكم دعمكم لأخوكم باللايك بالشير، ولو حضرتك جديد معانا نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. قبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة عايز أقول حاجة بس. جالنا تعليق على حلقة امبارح من الأستاذ الصديق العزيز الأستاذ محمد كمال. الأستاذ محمد كمال بيقول في تعليقه إن مستر مارسيل كولر هو مدرب حلو قوي لكنه ما ينفعش في الأهلي. أنا يعني رديت رد صغير كده في التعليق، عملت كومنت صغير، لكني حابب دلوقتي يا أستاذ محمد أوضح لحضرتك أنا ليه قلت لك إن مستر كولر هو الأفضل حاليا للنادي الأهلي. أولا تفتكر حضرتك كان في بوست حضرتك نزلته على حسابك الشخصي على الفيسبوك. البوست ده كنت بتقول فيه عذرا موسيماني لقد انتهت قوة الدفع لمستر فايلر، او قوة دفع مستر فايلر على ما اتذكر يعني. وانا كنت علقت لحضرتك على البوست ده وقلت لك ان انت فعلا الرأي ده رأي صحيح، ان موسيماني اول فترته اشتغل على قوة الدفع اللي دفعها له مستر فايلر، او التجهيزات اللي عملها له مستر فايلر في النادي الاهلي، لحد ما خلاص الموضوع فضل ينزل واحدة 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 واحدة. موسيماني ما عندوش القوة او القدرة لتجهيز الفرقة يعني بالمنظر بتاع فايلر مثلا. طيب مشي موسيماني وجه سوارش، الموضوع ساء زيادة. ولو تفتكر نتائج النادي الاهلي كانت عاملة ازاي مع سوارش. لما جه مارسيل كولر اعاد بناء او هيكلة الفرقة من جديد. مارسيل كولر اللي عمل نظام الروتيشن اللي كلنا كنا معترضين عليه. انا واحد من الناس في الاول اعترضت على اسلوب الروتيشن بتاع او التدوير بتاع مارسيل كولر، تمام. لكن الراجل ده جه بعد كده اثبت ان هو كان صح. ان احنا النهارده بنقعد وحاطين رجل على رجل كاهلاويه وبنقول انا عندي فرقتين، فرقه في الملعب وفرقه بره، اي حد يقدر ينزل جاهز زي اللي موجود في الملعب بالظبط. كل ده هو سبب مستر مارسيل كولر اللي السنه اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك في الكومنت قدم اوراق اعتماده للنادي الاهلي او لجمهور النادي الاهلي كامل مكمل، ب5 بطولات، بفرقه ما شاء الله احنا شايفينها. سيبك سيبك من الدوري الافريقي، وسيبك من السوبر الافريقي اللي هو مباراه واحده بتاع اتحاد العاصمه. لا اتفرج، هو معلش اللي حصل تمام. اتفرج على اللي جاي وهنشوف برضو مارسيل كولر يعني هيظهر تاني او كرامته هتكمل معانا ولا ايه اللي هيحصل. حبيت بس ان انا يعني اوضح لحضرتك وجهة نظري، تمام. النهارده طبعا النادي الاهلي استكمل تدريباته استعدادا لمباراة الغد مع المقاولين العرب الساعة 7 بالليل بكرة ان شاء الله بامر الله. تمرينة برضو حضر فيها كل اللاعبين ما عدا المصابين. تمرينة برضو قوية، تمرينة برضو يا جماعة ظاهر فيها اللعيبة مش راضية، وانتوا عارفين لعيبة الاهلي عاملة ازاي، وعارفين كل من يرتدي التيشيرت الاحمر بيبقى عامل ازاي. هو صعبان عليه ان هو اتغلب وكرامته وكبرياءه وحاجات كتيرة قوي، لكن حصل خير واللي حصل. ميزة عندنا في النادي الاهلي ان دايما بيقفل الصفحة اللي وراه وبيبص اللي قدامه، فالكل شايف ان هو داخل على مباراة بكرة
ولازم يحافظ على مركزه ويرجع لمركزه تاني. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي متاجله مباريات، وهيلعب الاسبوع اللي جاي 3 مباريات. السبت ان شاء الله بامر الله بكره مع المقاولين، يوم الاربع مع سيراميكا كليوباترا، يوم السبت اللي بعدها هيسافر للجونه علشان يلعب مباراه الجونه. النهارده حصل اكتر من اجتماع في النادي الاهلي. اول اجتماع حضره الكابتن محمود الخطيب، المسؤول او المشرف العام على الكره في النادي الاهلي، ورئيس طبعا مجلس اداره النادي الاهلي. اول اجتماع كان ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط اللي هي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، وكان معاهم الكابتن خالد بيبو مدير الكوره. الاجتماع حصل ما بين الجهتين، الهدف منه الحديث في بعض الامور اللي هيترتب عليها الاجتماع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه بقى. الاجتماع الاولاني ده اتكلموا في شويه حاجات اللي احنا هنقول بقى عليها في الاجتماع الثاني. الاجتماع الثاني كان ما بين مستر مارسيل كولر ولجنه التخطيط اللي ذكرناهم قبل كده، معاهم برضو الكابتن خالد بيبو. الاجتماع ده كان الهدف منه في حوالي 5 أو 6 بنود بيتناقشوا. اول حاجه كانت مناقشه اسباب الخروج من الدوري الافريقي او مناقشه الدوري الافريقي عامه. ال4 مباريات، ازاي ان الاهلي يلعب 4 مباريات بدون اي فوز، اسباب الخروج، طب السفر والاجهاد، طب كل ما يخص ويتعلق بالدوري الافريقي هيناقشوه او ناقشوه خلاص طبعا، يعني الكلام ده حصل الصبح. طبعا تاني حاجه الحاله البدنيه للاعبين. لجنه التخطيط كلمت مستر كولر وقالوا له ان احنا شايفين ان الحاله البدنيه للاعيبه فيها مشكله. النادي الاهلي بينزل يلعب الشوط الاولاني على اكمل وجه تمام التمام، الشوط الثاني الموضوع بيختلف، وكأن اللعيبه بتخرج من اوضه اللبس للشوط الثاني حاجه ثانيه خالص. المستوى بينزل، الحاله البدنيه بتنزل، بيبدا الخصم او المنافس يضغط عليك، بتبدا تحصل التغييرات بقى في النتيجه. تمام. ثالث حاجه اتكلموا مع مستر كولر على تدعيمات الفريق في وصفقات يناير ان شاء الله، الصفقات اللي جايه. تمام. رابع حاجه اتكلموا فيها برضو ملف انتوني موديست. الناس اتكلموا معاه. دلوقتي احنا شايفين انتوني موديست مش مفيد للفرقه، فالراجل اتكلم معاهم ان حتى الان انتوني موديست ما خدش فرصه حقيقيه ان هو يلعب وقت كبير، ان هو برضو لسه ما اندمجش مع الفرقه. من الاخر مستر كولر يا جماعه حتى اللحظه هو مقتنع بانتوني موديست. تمام. وبيقول برضو انتظروا، وخاصه كمان ان هو استشهد بحاجه، استشهد بالكابتن نبيل معلول المدرب التونسي طبعا المعروف. نبيل معلول قال ان انا كنت بتابع انتوني موديست وهو في المانيا. نبيل معلول هو اللي كان بيتابع انتوني موديست وهو في المانيا. بيقول يا جماعه اللعيب ده مهاجم من الطراز الفريد ومهاجم تقيل، ويا ريت لو حد مش مصدق الكلام ده ارجع لحديث الكابتن نبيل معلول هتلاقي الكلام ده، دور عليه وقول نبيل معلول يتحدث عن النادي الاهلي هتلاقي الفيديو ده موجود على اليوتيوب. بيقول ان اللعيب ده لعيب تقيل لكنه مستغرب، يعني كابتن نبيل معلول بيقول انا مستغرب، مش دي النسخه الاصليه اللي انا اعرفها عن انتوني موديست. ورجع المواضيع دي كلها يعني الى ان انتوني موديست لسه ما تلائمش. انتوني موديست عنده فقدان للثقه من جواه، ان الراجل يعني قعد فتره طبعا بدون لعب كام شهر، ان الراجل اصبح فيه جواه احساس بان هو السن كبر شويه. لكن برضو الكابتن نبيل معلول بيؤكد ان هو انتوني موديست مع بعض الاهتمام من الجهاز الفني واللاعبين اللي حواليه والجمهور، الراجل ده ممكن يعمل قنبله داخل الدوري المصري. تمام. فمستر كولر برضو استشهد بحاجات زي كده قدام لجنه التخطيط، هنشوف الدنيا عامله ازاي. برضو من الحاجات اللي اتناقشت مناقشه خطه الفتره القادمه. النادي الاهلي دلوقتي عنده كذا ارتباط. اولا الدوري العام اللي احنا فيه، تاني حاجه عنده بطوله العالم، بطوله الانديه كاس العالم،
هيخرج منها على طول على الامارات. طبعا الكاس العالم هتكون في السعوديه، السوبر المصري هتكون في الامارات. يعني هيخلص كاس العالم هيطلع على السوبر المصري اللي هو من 4 فرق اللي احنا عارفينه. تمام. فاتكلموا معاه عن الارتباطات القادمه والدنيا هتمشي ازاي تمام. سادس حاجه اتكلموا فيها برضو مع مستر كولر عن كاس الرابطه المصري. طبعا احنا عارفين ان كاس الرابطه هيتلعب في الوقت اللي المنتخب هيكون فيه في بطوله افريقيا في شهر 1، وهيتلعب بدون الدوليين. فهم بيتكلموا مع مستر مارسيل كولر، هل هنشترك بالصف الثاني؟ هل هنشترك بالشباب او بالناشئين فرقه 21 مثلا؟ هل مش هندخل خالص؟ وايه عواقب لو ما دخلناش خالص؟ برضو اتكلموا في الموضوع ده. كل الامور اللي انا كلمتكم فيها دي الحاجات اللي اتناقشت، لكن ما اعلنش نهايات كل حاجه خلصوا على ايه. هنعرفها في الايام اللي جايه ان شاء الله بامر الله، ونتمنى يا رب ان الافضل للنادي الاهلي. اخيرا في اخبار النادي الاهلي، هي حديث من كولر مع انتوني موديست. طبعا احنا عارفين ان احنا رجعنا للدوري العام تاني، فكهربا موقوف 6 مباريات، احنا لعبنا مباراتين، يعني كهربا لسه قدامه 4 مباريات. فكده النادي الاهلي هيلعب مباراة بكرة المقاولين بدون كهربا، هيلعب سيراميكا يوم الاربع بدون كهربا، هيلعب يوم السبت اللي بعدها مع الجونة بدون كهربا. تمام. طيب انا دلوقتي عندي صلاح محسن ما بيقدمش المردود المطلوب منه، فمستر كولر قعد مع انتوني موديست وقال له كلمتين. فاكرين اسامه بن زيد لما قال العدو من امامكم والبحر من خلفكم؟ هو مستر كولر قعد معاه وقال له كده، قال له انت قدامك اقل من شهرين، يعني نقول شهرين، ونبدا في الانتقالات بتاع يناير. فيا اما تثبت نفسك في الشهرين دول، يا اما باي باي موديست. تمام. طبعا ووضح له ان الفتره اللي جايه هو هياخد عدد دقائق اكبر، وخاصه في غياب كهربا فهياخد عدد دقائق اكبر. وبرضه نفس الحوار اللي حصل ما بين كولر وما بين انتوني موديست حصل ما بينه وما بين احمد عبد القادر. لو تفتكروا انا امبارح قلت ايه؟ قلت غياب رضا سليم شفاه الله وعافاه يا رب يرجع سريعا للملاعب تاني وينور في وسط زمايله واخواته. غيابه هيكون فرصة وإعادة نظر لخروج أحمد عبد القادر. كنا ناويين نطلع أحمد عبد القادر إعارة، فهو برضه مستر كولر فهم أحمد عبد القادر إن الفترة اللي جاية هتبدأ تاخد مع الفرقة مباريات وعدد دقايق أكبر، اثبت نفسك. تمام. فأما بالنسبة لأنتوني موديست هو قالها له كده زي ما بقولها لكم، العدو من أمامكم والبحر من خلفكم، يا تثبت نفسك يا إما باي باي موديست. ولا زال نزيف النقاط مستمر داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده بيخسر امام نادي زد 2-1. فاكرين امبارح في حلقه امبارح لما انا قلت انا متوقع للمباراه دي بالذات هيكون فيها مفاجآت، اما ان الزمالك يعني هينتفض بعد هزيمه انبي وهيدي زد علقه محترمه نقعد نتفرج عليها، او ان زد هيفجر مفاجاه وهيكسب الزمالك. تمام. وكنت متوقع ان سواء الزمالك يكسب او زد يكسب، انا كنت متوقع اهداف كتير. لكن المفاجاه النهارده كانت في الكابتن مجدي عبد العاطي. شابوه الكابتن مجدي عبد العاطي، مدرب او المدير الفني لنادي زد. هو لعب النهارده مع نادي الزمالك يا جماعه بطريقه ذكيه، اللي هي ايه؟ انت عايز الكوره؟ اتفضل ادي الكوره. اما جوني لا، الجون اللي جابوه الزمالك في اول 3 دقائق هو كان في غفله من مدافعي او عامه من فريق زد كله. انا ساعه ما الجون ده جه انا قلت هوبا، النهارده هنتفرج على حفله اهداف، وزد هيقع واعصاب اللعيبه هتبوظ والزمالك فرقه هتفوق تمام. والزمالك اكيد فريق كبير ويعرف ان هو يقف على رجله ويظبط نفسه. حصل بعد الجون ده حاجه غريبه، بدأ نادي زد يتوهج واحدة واحدة، وبدأ الكابتن مجدي عبد العاطي يرتب أوراقه
اللي في الملعب. الميزه ان هو ما غيرش من بره، ده هو بدا يرتب اوراقه اللي في الملعب، وبدا يتكلم مع لاعيبته، وبدا يظبط خطته. تمام. بدا الموضوع مختلف تماما عما كنا نتخيل كلنا، او ما يعني كنا نتوقع حاجه. الموضوع اختلف. انت عايز الكوره زي ما بقول لكم كده، عايز الكوره وعايز الاستحواذ، اتفضل. واكبر دليل ان الاستحواذ طلع في الشوط الاول 28% لنادي زد، و72% لنادي الزمالك. يعني اللي هي بصوا، الزمالك فاضل ياخد الكرة ويروح، لكن بلا فاعلية على المرمى. مفيش فاعلية. اللهم ان بعض الهجمات اللي بتضيع حاجات بسيطة كده. تمام. ويعني النهارده اقول لكم على حاجة، علي لطفي النهارده يا جماعة لو حد ركز معاه شوية، مش هو ده علي لطفي اللي كان في الاهلي، ومش هو ده علي لطفي اللي كان واقف لنادي زد في خلال الكام مباراة اللي فاتوا. علي لطفي النهارده كان عنده اخطاء كبيره جدا، وكانت الدنيا ممكن تبوظ مع نادي زد كتير جدا لو لاعيبه الزمالك عندها شويه تركيز. مش عارف، يمكن سيف الجزيري على قد ما هو جايب جون جميل النهارده، الجون اللي جابه، لكن برضه مش ما هواش الفت على الجون النهارده بصراحه. زائد غياب مصطفى شلبي، انا نبهت عليه امبارح، غياب مصطفى شلبي مأثر كتير. ابراهيم نضاي ما كانش قادر النهارده يعمل اللي مصطفى شلبي بيعمله، والاختراقات والعرضيات اللي بيعملها والحاجات اللي مصطفى شلبي بيعملها، ما كانش قادر ابراهيم نضاي عليها. زيزو النهارده ما كانش موجود، عمال بيجري بالكوره، استحواذ فارغ ملوش اي لازمه. الاكبر من كده بقى والكارثه، لا زال اوسوريو قاعد بيتفرج على الفرقتين اللي في الملعب، مستني يخلصوا المباراة عشان فرقته هي اللي نازله تلعب بعدهم. ملوش دعوة بالمباراة خالص يا جماعة، والله العظيم. بصوا عليه كده، والله ما بتجنى عليه. بصوا عليه كده واتفرجوا عليه، تلاقيه واقف عمال مركز، وتحس ان هو مركز، هو مش فاهم حاجة. ما هو انت لو فاهم يا عم هتقرا المباراة زي ما مجدي عبد العاطي قراها، هتقرا المباراة وهتعرف فرقتك محتاجة ايه وهتظبط نفسك انت بتمرن نادي الزمالك يا عم، برضو مش بتمرن نادي من درجه ثالثه. تمام. ونفس اللعيبه دي او معظمها هي اللي كانت موجوده من سنتين، وهي اللي كانت بتاخد دوري وبتاخد كاس تمام. يعني الله يمسيك بالخير يا فريرة، كان بيقف يعمل شغل على الخط. تمام. فاوسوريو لسه واقف عمال بيتفرج ومستني فرقته هتنزل بعد الفرقتين اللي بيلعبوا دول. تمام. طبعا في كارثه بقى عايزين نتكلم فيها سريعا. دي انا لما سمعتها انا قلت ايه التسيب ده، ايه البهدله والمرمطه اللي نادي الزمالك عمال يتمرمطها دي. تخيل لما 3 لعيبه، احمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد صبحي، ال3 ما شاء الله امبارح بالليل يسيبوا المعسكر ويخرجوا من فندق الإقامة، فندق المعسكر، وال3 بشوات يروحوا يسهروا في مكان ما، الله أعلم كانوا سهرانين فين، ويرجعوا مصطفى الزناري ومحمد صبحي يرجعوا الساعة 2 بالليل في معسكر لليلة مباراة تاني يوم، والفرقة متدمرة أساسا، والفرقة محتاجة إن هي تفوق. مصطفى الزناري ومحمد صبحي يرجعوا الساعة 2، وأحمد باشا فتوح يرجع بعدهم. ما قالوش يرجع الساعة كام. اماكن ايه دي يا اخويا اللي بتسهر لحد الساعه 2 3؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يعني انا ما بقصدش حاجه وحشه. تمام. بس اماكن ايه اللي بتسهر لحد الساعه 2 3 4 دي؟ مش عارف. وهو لما لعيب يرجع الساعه 2 3 4 هينام امتى ويصحى امتى ويروح يلعب امتى؟ الله يمسيك بالخير يا شحاته ابو كف، ومدام هياتم الله يمسيها بالخير او الله يرحمها، مش عارف عايشه ولا ميته. فاكرين شحاته ابو كف وهياتم؟ والله الموضوع ده فكرني بيه على طول. ايه يا عم ده؟ ايه التسيب ده؟ طبعا الكابتن عبد الواحد السيد لما جاله الخبر من المدير الاداري للنادي قال له الحق الرجاله خلعت، عيال بينطوا من فوق المدرسه الثانوي، من على سور المدرسه الثانوي وبيهربوا. في ايه يا عم؟ ايه ده؟ انتوا مش مقدرين النعمه اللي انتوا فيها؟ انتوا مش مقدرين النادي اللي انتوا بتلعبوا فيه؟ انت ما بتلعبش فرقه قليله وما بتاخدش شويه. يا عم اتق الله وقدر الهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك.
في غيرك كتير قوي بيحلم ان هو يقف يتصور جنبك بس، مش يبقى في مكانتك يا اخي. بيحلم ان هو يتصور جنبك بس. تمام. طبعا المدير الاداري اتصل على الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره وقال له حصل 1 2 3 والرجاله خلعت. فطبعا لما رجعوا الكابتن عبد الواحد السيد قال لهم يلا على بره كله وخرجهم من المعسكر. كارثه وبلوى، لعيبه مستهتره وتسيب موجود، واوسوريو لسه واقف بيتفرج على المباراه ومستني فرقته هي اللي تنزل. طبعا علشان الحلقه النهارده ما تطولش قوي وهي خدت وقت كتير طبعا لما فيها من اخبار، اكيد انتم مقدرين الاخبار اللي احنا بنقولها. تمام. فعايزين بس نتكلم سريعا عن بقيه مباريات النهارده. طبعا اول يوم في الاسبوع السادس. طبعا الزمالك مع زد اتهزم الزمالك 2-1. سيراميكا مع بيراميدز. سيراميكا فجرت مفاجاه محدش كان متوقعها. سيراميكا كسبت 1-0. وبيراميدز النهارده يا جماعه برضه بيراميدز، بيراميدز مدجج باللاعبين يا اخوانا، ولاعيبه مدفوع فيها فلوس، ولاعيبه المفروض ان هي لها اسمها، وانت داخل على بطوله افريقيا وحاجات كده. انا شايف النهارده بيراميدز اداء باهت. يعني شايف باتشيكو من بره عمال فاضل ان هو لو عنده شويه شعر هيشد فيهم. هو ساتر ربنا ان الراجل اقرع يعني شويه. تمام. طيب الاتحاد وسموحه، امبارح توقعنا ان هي مباراه جامده وفعلا كانت جامده، بالرغم من ان هي انتهت 1-0 للاتحاد، لكن هي كانت مباراه فعلا ممتعه. وسموحه شابوه للاعيبه سموحه وشابوه لاحمد سامي. سموحه النهارده يعني هو اتغلب في النتيجه، لكنه كسب احترام كل متفرج اتفرج عليه. كانت مباراه حلوه بصراحه. تمام. طبعا اللي بس عايز اقوله، مابولولو مش ناوي يجيبها البر السنه دي برضو. مابولولو جايب 6 جوان لحد دلوقتي في الاسبوع السادس. تمام. انت ايه يعني كل اسبوع بجون؟ يعني ما شاء الله نوصل لل 34 نلاقيك جايب 34 هدف. ما حصلتش طبعا في الدوري ان هداف الدوري يطلع ب 34 هدف، بس الراجل ده هو ما شاء الله عمال في تقدم، وده شيء جميل. وبرضه نرجع ونقول ايه، احنا اللي بنستمتع، احنا الجمهور بنستمتع بالحاجات الحلوه دي، مش تقول لي الرجاله رايحين يسهروا. خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه النهارده تعجبكم، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا يا جماعه تركزوا معانا شويه بقى لو سمحتم. ما تحرموناش من اللايك من الشير، ولو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى اللي بنقدمه وحسيت ان احنا بنجتهد شويه، نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من اهلاوي فندي. اشوفكم ان شاء الله بامر الله بكره بعد مباراه النادي الاهلي والمقاولين. ان شاء الله بامر الله تكون مباراه حلوه نستمتع بيها كلنا ونفوق شويه من اي حاجه قديمه. اشوفكم بكره ان شاء الله بامر الله. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من عماد متعب مرتده تصوير وجول جول جول جول. الفرصه للفريق الاحمر عرضيه. ولكن احذروا الكاو ترجع الكره بالراس. القاضيه ممكن شاط الكره علي محلول يوزع جول اهلاوي. فارق كبير فارق عظيم